كنظن باللي جميع المغاربه على علم تام بالبوليميك اللي كاينه هاد الايام في الاوساط الاعلاميه، وواحد الفئه كبيره ديال الناس شافوا دوك العجول اللي استوردهم المغرب من البرازيل خرجوا كيجريو في الازقه والشوارع ديال مدينه الرباط. حنا كمغاربه معروفين بالاستهلاك ديال اللحوم، الشعب المغربي كياكل اللحم بزاف. كاينين احصائيات صادمه كتقول باللي كل مغربي كيستهلك في المتوسط السنوي 35 كيلوغرام ديال اللحم، وهاد النسبه الى قارناها مع نسبه الاستهلاك ديال الدول اللي دايرين بينا بحال الجزائر ومصر وتونس غادي تبان ليك كبيره بزاف. هاد نسبه الاستهلاك الكبيره والطلب الكبير اللي كاين في السوق اضافه الى غلاء الاسعار كلها عوامل خلات الحكومه تفكر في واحد البلان باش تكالمي الشعب، خصوصا دابا مع رمضان ونسبه الطلب كتزيد بزاف. وباش دير هادشي كامل خدات واحد القرار ديال استيراد اللحوم ماشي من اوروبا وماشي من اسيا، ولكن هاد المره مشينا لبلاد السامبا واستوردنا الابقار البرازيليه. حنا كشعب مغربي هاد النوع باقي جديد علينا، وبطبيعه الحال الناس كتسائل علاش الثمن ديال هاد النوع من اللحوم رخيص بزاف، علاش مشينا للبرازيل باش ناخذوا اللحم، واش هاد النوع مزيان وما كيشكلش خطر على الصحه ديال الانسان؟ بزاف ديال البلانات والاسئله المنطقيه اللي كتفرض نفسها بقوه غادي نجاوبوا عليها في هذا الفيديو. باش تفهم معايا البلان كامل خليك معايا حتى الاخر، عطيونا لايك واشتراك، ما نطولش عليكم بزاف، مشينا. مارس الماضي استورد المغرب قرابة 3000 رأس من الأبقار البرازيلية المخصصة للذبح تزود بها السوق الوطنية باللحوم الحمراء. في المغرب كاينين جوج انواع ديال اللحوم المحليه اللي كيتنتجوا في المغرب من طرف فلاحه محليين، وكاين اللحوم المستورده. حجم الانتاج ديال هذا اللحم المحلي مبقاش قاد يغطي الحاجيات ديال الشعب، وفي نفس الوقت ولا غالي بزاف وحسب وزيره الاقتصاد والماليه. السبب في هادشي كامل هو الجفاف واللي ادى الى نقص الابقار الاليفه وزياده الاعلاف. الاسواق ولات كتعرف ركود تام، والناس اللي خدامين في هذا الدومين كيعانيو من قله الزبائن وقله المبيعات. الثمن ديال اللحم وصل ل 100 درهم من الكيلوغرام الواحد، وهذا الشيء الناس ما بقاوش قادين عليه وفوق طاقه كلاتولا. وباش الحكومه تواجه هذه الموجه ديال الغلاء توجهات لواحد الدوله واللي كتعد اكبر منتج ديال اللحوم في العالم واللي هي البرازيل. وكيقول رئيس الحكومه عزيز اخنوش باللي هذه الخطوه غادي تخفف الضغط على القطيع الوطني وغادي تساهم في انخفاض الاثمنه ديال اللحوم واللي في واحد الوقت ما كانتش كديباسي 75 درهم. كيف ما قلت لكم البرازيل كتعد اكبر منتج ومصدر ديال اللحوم في العالم، كيصدروا بزاف ديال الدول في العالم وكيتعاملوا مع افخم المطاعم واكبر الشركات بحال ماكدونالد وكا FC. ولكن السؤال اللي كيفرض نفسه هنا، علاش الثمن ديال هاد اللحوم طايح بزاف؟ بكل بساطه حيت التكلفه الانتاجيه طايحه بزاف واللي كنقصدوا به النفقات ديال التصنيع، وهذا الشيء كامل كيساوي ضعف في الجوده. حسب مسؤول بوزاره الفلاحه هاد النوع ديال الابقار اللي استوردته المغرب سميتو النيلوري، وكيقول باللي هاد النوع من الابقار معروف بالجوده ديالو والقوه، يعني صحاح بزاف وكيقاوم الظروف المناخيه والامراض، ولكن العلف اللي كياكلوا ناقص بزاف وماشي كاليتي، وهذا الشيء اللي كيفسر علاش الثمن ديال هذا النوع من اللحوم منخفض. حاليا استورد المغرب اكثر من 30 الف راس ديال البقر والثمن ديالهم غادي يكون ما بين 68 و 70 درهم للكيلو، ولكن الناس اللي خدامين في هذا الدومين يعني الجزاله كاين فيه هذا الكلام كامل، وكيقولوا باللي هذا اللحم الكاليتي ديالو طايحه بزاف. وتا من ناحيه ديال الطياب المغاربه ما غاديش يعرفوا يتعاملوا معاه حيت ما موالفينش به، والناس اصلا ما غاديش يتقبلوه وما غاديش يلقى اقبال كبير. وحنا غادي نتسناو قادم الايام وباش نعرفوا الحقيقه ديال هذا البلان كامل. هادشي اللي كان عندي اليوم، نتمنى يكون كيعجبكم المحتوى اللي كنقدم. ما تنساش تخلي لي لايك واشتراك وعطيوني الاراء ديالكم والاقتراحات في لي كومونتير. كان معكم سكانومان، نتلاقاو في الفيديو الجاي والسلام عليكم.